علشان نحمل الماي سيكوال سيرفر ونحمل الماي سيكوال ورك بنش على ويندوز اوبريتنج سيستم، كل اللي احنا هنعمله ان احنا نفتح البراوزر عادي جدا، وهنكتب في السيرش ماي سيكوال، وهنفتح اول صفحه تطلع لنا اللي هي الصفحه الرسميه الخاصه بماي سيكوال. نفس الكلام بالظبط اللي كنا بنعمله على لما كنا بنحمل على الماك. هنختار برضو داونلودز من هنا، بعدين ننزل تحت خالص نختار ماي سيكوال كوميونتي داونلودز، بعدين ننزل تحت كده لحد ما نلاقي خيار نكبر شويه ماي سيكوال انستولر فور ويندوز. هنختار ده، نختار الفيرجن زي ما هو موجود، نتاكد ان الفيرجن 8.0.44 ده اللي هو محدده، ونختار الاختيار التاني اللي موجود هنا اللي هو مساحته 558. نضغط داونلود، بعدين نقول له نو ثانكس جاست ستارت ماي داونلود. هنلاقيه بيحمل هنا كده معانا. بالنسبه للناس اللي بتشوف الفيديو فيما بعد، احيانا بيكون في مشكله في موضوع الفيرجن ده. يعني انت ممكن تنزل السيرفر يكون الفيرجن بتاعه 8 مثلا، ويكون الورك بنش 9. احيانا بيحصل مشاكل، فتاكد ان لو انت هتحمل السيرفر منفصل مع الكلاينت بشكل منفصل ان الاثنين يكونوا من نفس الفيرجن. لو انت مش فاهم اللي انا بقوله ده ما تشغلش بالك يعني، تعالى كده كمل معايا الفيديو وانت هتفهم كل حاجه. خلاص كده الملف بعد ما خلص تحميل هقول له اوبن فايل، افتح الملف بتاعي. تعالوا كده نعمل مينيمايز الويندو. خلاص كده الملف بعد ما خلص تحميل فتح معايا، ودلوقتي هو مدينا اكتر من اختيار. بيقول لي انت عايز تعمل سيت اب للسيرفر اونلي، السيرفر بس، ولا الكلاينت بس، ولا فول سيت اب، ولا الكاستم سيت اب. من المفترض ان احنا بنختار الكاستم سيت اب، وبعدين بنقول له نيكست، وبعدين بنحمل السيرفر. بنعمل كده نختار السيرفر اللي احنا بنحمله، ده كده السيرفر، ونقول له روح هنا في خانه التحميلات اللي احنا هنحملها. بعدين نختار الماي سيكوال ورك بنش ونقول له هنحمل الاثنين دول مع بعض. انا اكتر من مره وانا بجرب قبل ما اصور الفيديو ده يعني كان بيحصل معايا مشكله وما كانش بيحمل الماي سيكوال ورك بنش. يعني كان في مشكله عندي بتحصل في التحميل، في حاجه غلط بتحصل. فاحنا هنعمل طريقه تانية، نرجع باك كده خالص، تمام، وهنختار سيرفر اونلي. هنقول له احنا عايزين نحمل السيرفر لوحده، السيرفر بس. وبعد ما نخلص تحميل السيرفر ونتاكد انه اشتغل هنحمل الماي سيكوال ورك بنش. يبقى تعالى كده نختار سيرفر اونلي ونقول له نيكست، بعدين هنقول له طيب تمام مكان السيرفر تمام، بعدين هنقول له اكزكيوت. كده دلوقتي هو بيحمل. خلاص كده خلص تحميل، نقول له نيكست. هيقول لي هنا البرودكت انفورميشن دلوقتي ريدي تو كونفيجر، احنا جاهزين ان احنا نعمل كونفيجريشن. نقول له نيكست. بالنسبه للحاجات دي كلها خليها زي ما هي بدون لخبطه، هنضغط نيكست برضو. هنا الجزئيه دي مهمه جدا، دي جزئيه الاوثنتيكيشن ميثود. بيقول لي اختار الطريقه اللي انت هتعمل بيها اوثنتيكيشن للسيرفر. احنا زي ما قلنا السيرفر ده بيكون عليه الداتابيز، فانا المفروض السيرفر ده يكون عليه سكيورتي. فهنا بيقول لك احنا هنعمل دلوقتي باسورد للسيرفر، لما تيجي تدخل هنعمله. فتعال نقول له نيكست. هنلاقي هنا بيقول لي الباسورد اللي انت بتعمله ده هيكون للروت اكونت، احنا كده بنعمل باسورد. فتعالوا كده نكتب باسورد. الباسورد اللي احنا هنكتبه دلوقتي ده هو عباره عن باسورد لليوزر نيم او لليوزر اللي اسمه روت. على السيرفر بيكون في اكتر من يوزر، الروت ده اللي هو اليوزر الاساسي. احنا دلوقتي بقى عايزين نعمله باسورد. بعد ما كتبنا الباسورد نقول له نيكست، بعدين نقول له نيكست برضو نفس الكلام. هنلاقيه هنا يحمل كل حاجه، هقول له اكزكيوت بيحمل لنا. خلاص كده بعد ما خلص تحميل هنضغط على فينيش، بعدين اقول له نيكست، بعدين اقول له فينيش. كده خلاص من المفترض ان احنا حملنا السيرفر على الويندوز. عايزين الاول نعمل تشيك او نشوف اذا كان السيرفر شغال ولا لا. في طريقه ممكن نتاكد بيها ان احنا نضغط ويندوز ار، بعدين نكتب هنا services.msc، بعدين نقول له اوكي. هنا نشوف كل السيرفيسز اللي شغاله. المفروض ان احنا نلاقي الماي سيكوال سيرفيس او الماي سيكوال سيرفر يكون راننج. تعالوا كده ندور عليه مع بعض. ايوه فعلا هنلاقيه موجود هنا كده، حرف الام ماي سيكوال 80 ده اسم السيرفر، وهنلاقي ان السيرفر الحاله بتاعته راننج. يبقى احنا كده اتاكدنا ان السيرفر شغال. عايزين بقى دلوقتي نكتب كويري او استعلام على السيرفر ده، يعني احنا عايزين نكلم الداتابيس سيرفر. وزي ما احنا متفقين ان احنا علشان نكلم الداتابيس سيرفر لازم نكلمه بلغه يفهمها، واللغه دي اللي هي السيكوال. احنا دلوقتي عايزين بقى نكتب سيكوال. هنكتب سيكوال على ايه؟ قدامنا اكتر من طريقه. قدامنا ان احنا نحمل كلاينت حاجه زي الماي سيكوال ورك بنش، وقدامنا ان احنا نكتبه عن طريق السي ام دي. تعالوا الاول نجرب عن طريق السي ام دي، بعد كده نحمل الماي سيكوال ورك بنش علشان نشوف المشاكل اللي موجوده في السي ام دي،
واللي ادت ان احنا نستخدم حاجه زي الماي سيكوال ورك بنش، او ان احنا نستخدم حاجه فيها جي اي تسهل علينا الموضوع. تعالوا الاول نجرب دلوقتي على السي ام دي او على الكوماند لاين. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنفتح الكوماند لاين، نقول له سي ام دي. تمام. بعد كده هنكتب الكوماند اللي موجود ده قدامكم على الشاشه، ماي سيكوال داش يو اللي هو اختصار ليوزر، بعدين روت ده اسم اليوزر اللي اسمه روت، داش بي اللي هو الباسورد، ونقول له انتر. الايرور اللي طلع ده بيقول لي ماي سيكوال از نوت recognized as an internal or external command. معناه ان الكوماند لاين اللي احنا فاتحينه دلوقتي هو مش شايف الكوماند او الامر اللي احنا كاتبينه اللي هو اسمه ماي سيكوال، هو مش موجود، هو مش لاقيه. يا اما احنا مش مسطبينه، بس احنا زي ما انتم شايفين حملنا السيرفر قدامكم، يا اما هو مش موجود في الدايركتوري اللي احنا بنكتب فيه دلوقتي. طيب معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا دلوقتي هنشوف، نروح على المكان اللي احنا حملنا فيه الماي سيكوال. لما كنا بنعمل سيت اب احنا اخترنا مكان معين ننزل فيه الماي سيكوال، سواء بقى على السي او المكان اللي انت اخترته، في الغالب على السي. هروح انا عندي هنا كده، هفتح السي، ما عنديش غيره اصلا، واختار بروجرام فايلز، بعدين انزل لحد ما الاقي ماي سيكوال، هفتح ماي سيكوال، بعدين افتح ماي سيكوال سيرفر، بعدين اختار البين فولدر، بعدين انزل تحت لحد ما الاقي ماي سيكوال اللي هو موجود هنا ده، واقول له كليك يمين، واقول له copy as path، واروح على الكوماند لاين اللي احنا كنا فاتحينه، واقول له بيست، كنترول في. طيب واعمل سبيس، واكتب بقى الكلمه اللي احنا كنا كاتبينها فوق اللي هي داش يو روت داش بي، واقول له انتر. هتلاقيه بيقول لي اكتب الباسورد بتاع السيرفر اللي احنا عملناه من شويه، اللي انا قلت لك ما تنساوش. نكتب كده الباسورد ونقول له انتر. هنلاقي قال لي دلوقتي خلاص انت دلوقتي على السيرفر. كده احنا دلوقتي موجودين على السيرفر، وعملنا كونكت على السيرفر من خلال السي ام دي. يبقى احنا كده دلوقتي المفروض ان احنا بنكلم السيرفر. طيب نكلم السيرفر ازاي؟ نتكلمه بالسيكوال. يعني انا دلوقتي الكلام اللي انا المفروض اكتبه يكون سيكوال لانجوج، اللغه اللي احنا بنتعلمها مع بعض. ففي امر كده موجود، ما تقلقش الحاجات دي كلها احنا هنعرفها مع بعض بعدين، اسمه شو داتابيزز، يعني وريني الداتابيزز او قواعد البيانات اللي عندك على السيرفر. وفي الاخر ما انساش ان انا اقول له سيمي كولون واقول له انتر. في مشكله في السنتكس، انا كاتب كلمه داتابيز بشكل غلط. تعالوا كده نكتبها من الاول، هقول له شو داتابيزز، واقول له سيمي كولون برضه في الاخر، واقول له انتر. هنلاقي قال لي ان دي كل الداتابيزز اللي موجوده عندي داتابيز اسمها ديمو، وعندي حاجه اسمها انفورميشن سكيما، عندي حاجه اسمها ماي سيكوال بيرفورمانس سكيما سيس. يبقى انا عندي كده كام داتابيز؟ 1 2 3 4 5. طيب تعالوا بقى كده نعمل احنا داتابيز، نقول له مثلا كرييت داتابيز، وليكن مثلا يكون اسمها سيكوال كورس، ونعمل سيمي كولون في الاخر واقول له انتر. تقريبا المشكله في الداش اللي ما بين سيكوال وما بين كلمه كورس. تعالوا كده نحذفها مع بعض، نكتب نفس الكوماند. تعالوا نحذف كلمه الداش اللي موجوده هنا ونقول له انتر. المشكله فعلا كانت في الداش. هو كده دلوقتي عمل الداتابيز دي. طيب تعالوا نتاكد، نقول له شو داتابيزز، قول لي الداتابيزز اللي موجوده عندك وريهاني. هنلاقيه ضاف لي هنا فعلا سيكوال كورس اللي هي موجوده دي، دلوقتي بقت موجوده عندي على السيرفر. يبقى دول كده كل قواعد البيانات اللي موجوده عندي على السيرفر. يبقى احنا كده حملنا السيرفر وعملنا كونكت على السيرفر من السي ام دي. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نحمل الماي سيكوال ورك بنش. ليه بنحمله؟ زي ما انتم شايفين، شفتوا الاخطاء اللي انا عمال اعملها، عمال اكتب حاجات غلط والموضوع غريب شويه. مفيش اي هنت، مش بيقول لي ايه الخطا، مش بيبين لي ان انا اذا كنت كاتب حاجه غلط ولا لا. لو كاتب حاجه غلط مثلا مش بيعمل لي خط تحت الكلام اللي انا كاتبه. مفيش حاجه، يعني مفيش حاجه متقدمه شويه. علشان كده احنا بنحمل حاجه زي الماي سيكوال ورك بنش. ده فيه بقى حاجات الوان وبتاع، ويفهمك لو انت كاتب حاجه غلط بيفهمك، وفي فيتشرز كمان كبيره جدا هنتكلم عليها بعدين. فتعالوا دلوقتي نحمل الماي سيكوال ورك بنش بدل ما احنا عمالين نعمل اخطاء ومشاكل في الحاجات اللي زي كده. كل اللي احنا هنعمله عشان نحمل ماي سيكوال ورك بنش، هنفتح برضو الملف اللي احنا كنا فاتحينه ده. تعالوا هنا كده الويب سايت اللي احنا كنا فاتحينه، هندخل برضو عادي نكتب ماي سيكوال في السيرش، ونختار اول حاجه موجوده هنا، هنكتب ماي سيكوال، بعدين نختار داونلودز، بعدين ننزل تحت نختار ماي سيكوال كوميونتي داونلودز، بعدين هنقول له كده ماي سيكوال ورك بنش، وبعدين نقول له داونلود. احنا عايزين نحمل ماي سيكوال ورك بنش. هو هنا اوتوماتيك عارف ان انا ويندوز اوبريتنج سيستم والكلام ده كله، وحدد لي الفيرجن. هقول له داونلود، هقول له نو ثانكس جاست ستارت ماي داونلود، انا عايز بس احمل الحاجه بتاعتي.
هنلاقي دلوقتي بدأ تحميل، بيحمل معانا دلوقتي هو الماي سيكوال ورك بنش. مجرد ما الملف خلص تحميل هقول له اوبن فايل، افتح الملف ونبدأ نعمل سيت اب. هقول له نيكست. تمام، بيقول لي حطه لك على السي في المكان ده. طيب هقول له نيكست. بيقول لي هنا اختار السيت اب تايب، عايزه كومبليت ولا كاستم. هقول له زي ما هو كومبليت، برضه اقول له نيكست. بعدين اقول له انستول. دلوقتي كده بيبدأ تحميل الماي سيكوال ورك بنش. تمام، خلاص كده هنلاقي الماي سيكوال ورك بنش خلص تحميل. هقول له فينش. كده المفروض دلوقتي ان احنا خلاص حملنا الماي سيكوال ورك بنش. تعالوا كده نيجي هنا في السيرش ونقول له ماي سيكوال. هنلاقي اول حاجه جت عندنا ماي سيكوال ورك بنش. نفتح كده الورك بنش معانا. بعدين نختار لوكال انستنس اللي موجوده هنا علشان نعمل كونكت على السيرفر. هنلاقيه كده عمل كونكت اوتوماتيك. هو ممكن يطلب منك ان انت تدخل الباسورد بتاع السيرفر. هتدخل الباسورد هيفتح معاك هنا على طول. وبكده احنا نكون حملنا الماي سيكوال ورك بنش برضو على الويندوز. كده احنا خلاص حملنا ماي سيكوال ورك بنش وماي سيكوال سيرفر على ويندوز وعلى ماك. كده احنا جاهزين ان احنا نبدا نتعلم سيكوال. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنعمل لود لسامبل داتابيز. هنحمل احنا داتابيز كامله، مش هنعمل احنا داتابيز فروم سكراتش. والحلقه الجايه هتكون زي موتيفيشن للكورس بتاعنا، يعني هنكتب حاجات كتير، حاجات ممكن تكون متقدمه شويه، بس هدفها ان انا افهمك الموضوع بصوره كامله. بعد كده في الحلقات اللي بعدها هنبدا نمشي بقى بالترتيب، وهوريكم المصدر ان شاء الله اللي احنا هنتبعه في الكورس بتاعنا. كل ده هنشوفه في الحلقات الجايه. وما تنساش لو انت وصلت لنهايه الحلقه ان انت تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتدعمنا بلايك، لان ده بيفرق فعلا في انتشار المحتوى. ولو انت شايف الكورس ده مفيد ما تنساش تبعته لاصحابك في الكليه ومعاك في الكورس، او تبعته للناس اللي مهتمه انها تتعلم داتابيز. وبس كده، سلام.